مرحبا دكتورة، كيفك؟ الحمد لله تمام. أنا عاوز أعرف إزاي أعمل مثل هذا الفيديو. يقصد الفيديو ده بيلخبطوا في مواعيدي وبياكلوا مخلل في الفطار. مثلا محادثة بيني وبين جرثومة المعدة، بحيث تكون نظام سؤال أنا بسأله والجرثومة بترد عليا. أنا بيجيلي رسائل فعلا وكومنتس كتير جدا جدا الفترة اللي فاتت عن إزاي بتعملي فيديوهاتك بالاي اي. يلا بينا هنتعلم مع بعض في الفيديو ده إزاي نعمل فيديوهات بالاي اي، خصوصا المحادثات اللي ما بيننا وما بين شخصيات الاي اي، خطوة بخطوة مع بعض لحد ما نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. وكل الخطوات دي هنستخدم فيها اي اي تولز مجانية تماما من غير ما تدفع ولا مليم. وقبل ما نبدأ ما تنساش انك تعمل لايك وفولو واعمل سيف للفيديو ده، لاني متاكده انك هترجع له. وفي البدايه عايزه اقول لك الفيديوهات اللي بالاي اي مش بتتعمل بتكه زرار وفي ثواني زي ما الكل بيتكلم عنها، بل بالعكس هي كمان بتحتاج لوقت ومجهود، خصوصا لو فيها فكره او لغرض تعليمي. عشان ما نضيعش وقت يلا نبدا بسرعه. عشان نبدا صح في صناعه فيديوهات بالاي اي، اول حاجه يكون عندنا فكره قويه، تاني حاجه نكتب السكريبت، ثالث حاجه نكون الشخصيه اللي احنا عايزينها، بعد كده نكون صور للمشاهد، بعد كده نعمل جزء تحريك، في الاخر طبعا المونتاج. وهنبدا بتكوين الشخصيه من اللابتوب بتاعك او من الموبايل. هتدخل على جيميناي وبعدين تفعل كرييت ايمج، هتتفاعل معاك نانو بنانا، وهنكتب بالوصف الشخصيه اللي احنا عايزينها على هيئه بيكسر ستايل عشان تشد الانتباه والناس تتفاعل معاها احسن. كل ما زودت في وصف الشخصيه هتطلع مقاربه اكتر للشخصيه اللي في دماغك، ودي كانت النتيجه. وبصراحه الصوره دي عجبتني قوي. هنروح للخطوه اللي بعدها وهي تكوين المشاهد. وعشان نثبت الشخصيه هنروح على جيميناي، نفس الخطوات اللي فاتت. هنختار كرييت ايمج، هتتفاعل معانا نانو بنانا، هنرفع صوره الشخصيه بتاعتنا وبعدين هنكتب وصف المشاهد. وهنا في المشهد الاول كتبت ان عايزه جرثومه المعده تكون بتجرح في جدار المعده. لو عايز الفيديو ده يكون ريل فمهم جدا انك تكتب في اخر وصف كل صوره ان يكون الاسبكت ريشيو من 9 ل 16، وده مقاس ريلز الفيسبوك او الشورتس بتاعه اليوتيوب. وهكذا بقى تطبقها في كل المشاهد اللي انت عايزها. نروح للمرحله اللي بعديها وهي مرحله التحريك، واللي هيكون من موقع اسمه جروك. من جروك هتختار Imagine، وبعدين هتختار انك عايز تعمل فيديو مش image، وبعدين هتختار ان مدة الفيديو 6 ثواني. تختار كمان حجم الفيديو او مقاس الفيديو، ان هو لو هتعمل ريل هيبقى المقاس من 9 ل 16، لو هتعمل فيديو بتاع اليوتيوب هيبقى بالعرض هيبقى من 16 ل 9. وبعد كده هترفع صورة المشهد اللي انت عايز تحركه، هتكتب له في الوصف تحت ايه نوع الحركة اللي انت عايز الشخصية تقوم بيها، وايه الكلام اللي عايز الشخصية تقوله باللهجة اللي انت عايزها. يعني انا هنا اخترت ان الكلام يكون باللهجة المصرية، انت بقى اختار اللهجة اللي انت تحبها، وهكذا هتكرر الموضوع ده على كل مشهد انت عايزه، ودي هتكون النتيجة. انا جرثومة المعدة، نورتي مملكتي، هنا مفيش حمض معدة يخوفنا. وبعد كده يجي مرحلة المونتاج. على اي برنامج مونتاج سواء كاب كات، اديتس من على انستجرام، نجمع المشاهد دي ودي هتكون النتيجة. انت مين وبتعملي ايه هنا؟ يا اهلا يا دكتورة ياسمين، انا جرثومة المعدة، نورتي. من هنا مفيش حمض معدة يخوفني، كلامي اللي بيمشي هنا. ودخلتي هنا ازاي؟ سهل قوي، اكلة من الشارع مجهولة المصدر او شرب مية ملوثة حتى لو بوق واحد، وهوب ابدأ شغلي. طيب وايه الاعراض بقى اللي ممكن تظهر على المريض؟ خدي عندك يا دكتورة حرقان في المعدة، وخصوصا وهي فاضية، رائحة فم كريهة، غازات وانتفاخات في المعدة. طيب لو المريض طنش وما تعالجش صح؟ ولو ما تعالجتش كويس والمريض اهمل العلاج بعد بالسنين والنتيجة بتكون قرح، فالمعدة خطيرة. يا ساتر، للاسف صح. ممكن جرثومة المعدة لو اهملناها وما عالجناهاش كويس ممكن تسبب قرح شديدة في المعدة، وبعض الحالات لا قدر الله ممكن توصل لسرطان في المعدة. ايه ده؟ في ايه اللي بيحصل ده؟ ده العلاج يا جرثومة مهم جدا جدا يا جماعة، نهتم بعلاج جرثومة المعدة، سواء العلاج الثلاثي أو الرباعي على حسب الحالة. وما ينفعش ياخد العلاج 5 أيام وبعدين الأعراض تكون هديت شوية نقول إن إحنا خلاص خفينا وما نكملش كورس العلاج. كده إحنا بنشرس جرثومة المعدة وهيبقى صعب علينا قدام إن إحنا نعالجها. كمان ما نهملش لو الدكتور طلب مننا فحوصات عشان نتأكد إن هي تم القضاء عليها تماما بعد ما نخلص كورس العلاج. لو عندكم أي سؤال سيبوهولي في الكومنتس وهرد عليكم. لو استفدت من الفيديو لايك وشير عشان تفيد غيرك، وما تنساش الفولو عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تكتبولي في الكومنت كلمة فيديو بالاي اي وانا هبعت لكم تجميعه للاي اي تول اللي احنا هنستخدمها في كل خطوه بنعملها في صناعه الفيديوهات بالاي اي. واللي بيسالني هل اخدتي كورس عشان تتعلمي اي اي، هو في الحقيقه اخدت كورسات، ومن اقوى الكورسات اللي انا اخدتها وفعلا فرقت معايا جدا هو كورس دكتور ايمن القاضي، واللي فعلا ساعدني في تطوير المحتوى اللي انا بقدمه. وهسيب لكم لينك اكونت دكتور ايمن في اول كومنت. ودمتم في احسن حال وصحه وراحه بال.